وإذا لبست النعل فعند اللبس البس الرجل اليمنى، وعند الخلع ابدأ باليسرى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل بنعل واحد، يعني إما أن يلبس النعلين جميعا وإما أن يخلعهما جميعا. أما أن يلبس واحدة ويدع الأخرى فهذا قد نهي عنه. ووجه ذلك والله أعلم أن هذا الدين الإسلامي جاء بالعدل حتى في اللباس، لا تنعل إحدى الرجلين وتترك الأخرى، لأن هذا فيه جور على الرجل الثانية التي لم تنعل. فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المشي بنعل واحد. قال العلماء ولو لإصلاح الأخرى، بل قف حتى تصلح الأخرى ثم البسها.